قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل في علاه. فخلق النملة الصغيرة والذرة الصغيرة وخلق المجرة الكبيرة سبحانه وتعالى. النملة يقولون فيها قلب ينبض بأمر الله سبحانه وتعالى، وعدد أنواع النمل 6000 نوع. الله. 2 ملي طول النملة، 2 ملي، فيها قلب ينبض، فيها جهاز عصبي، فيها جهاز هضمي، فيها جهاز تناسلي، فيها جهاز تنفسي، وهي 2 ملي، وهي 2 ملي فيها كل هذه الأجهزة. من اللي خلقها؟ الله. من اللي علمها؟ من اللي يجري نبضها وقلبها والدم في جرينها؟ إلا المولى سبحانه وتعالى. الحوت أكبر مخلوقات الله على الأرض، وزن قلب الحوت بس 200 كيلو. وزنه يقولون هو زي يقول أكبر مضخة في الأرض، تضخ الدم في داخل عروقه وهذا. فخلق الله هذه الذرة الصغيرة، وخلق هذا المخلوق الكبير، وخلق المجرة سبحانه وتعالى، وخلق كل هذا الخلق. قالوا حتى خلق الأشياء المحسوسة والأشياء الملموسة. خلق الجوع وخلق الشبع. الله قادر انه يخليك ما تجوع، ما تجوع. أصحاب الكهف كم جلسوا في الكهف؟ الله رفع سنن الكون عنهم، لا طالت أظافيرهم ولا جاعوا ولا ماتوا ولا تحرك فيهم ولا تغير فيهم أي شيء، وهم أحياء. لماذا؟ الله قادر يبين قدرته سبحانه وتعالى. يوم يبعث الناس يوم القيامة من البعث إلى دخول الجنة والنار، ما في مطاعم ولا في بوفيات ولا في أكل ولا في شرب، ما يجوعون الناس، ما يجوع، رفع الله عنهم هذه الخاصية سبحانه وتعالى. فخلق الجوع وخلق الشبع وخلق الداء وخلق الدواء وخلق الأشياء المحسوسة والأشياء الملموسة. والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قالوا وكيل، ما أوكل أرزاق الناس بشيء، ولا أوكل آجالهم، ولا أوكل أعمالهم، ولا أوكل كل شيء، هو اللي متوكل بها وحده سبحانه وتعالى. لذلك قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما يرزق إلا الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قالوا ليش الكلام عن القوة مع الرزق؟ قال عشان تعرف قوة رزقه سبحانه وتعالى. يقولون الفيل الواحد يشرب كل يوم 150 لتر من الماء. لا إله إلا الله. وعدد الفيل على الأرض من 400 إلى 700 ألف. طيب 400 خلها 400 ألف، 400 في 150 60 مليون لتر من الماء للفيل. لا إله إلا الله. كل يوم. ما عندهم محطات تحلية، ولا عندهم متاجر ولا مطاعم ولا بوفيات. من اللي يسقيها كل يوم؟ الله. من اللي يطعمها؟ من اللي يويها؟ الله سبحانه. هذه بس الفيل. طيب والقطط والنمور والأسود والكلاب والزرافات والنعامات وكل ما خلق الله على الأرض. ولا يدرون عن هيئة الغذاء والدواء، ولا يدرون عن الاقتصاد العالمي، ولا عن البورصة العالمية، ولا يدرون على الله. حتى أيام جت كورونا شفتوا بس مع كمام ولا شيء، ما يدرون في الكون. سبحان الله. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما هي على الهيئات ولا المنظمات، إنما على رب السماوات سبحانه وتعالى. لذلك قالوا كما أنه لا إله إلا الله فلا رزاق إلا الله سبحانه، كما أنه لا إله إلا الله فلا شافي إلا الله سبحانه، كما أنه لا إله إلا الله فلا خالق إلا الله سبحانه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. إن في زمن يا شيخ تعلقت القلوب بالأسباب، تعلقت بالطبيب وبالغني وبالكبير وبالصغير، ونسينا من هو الله سبحانه وتعالى. الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب والغني والطبيب والقوي والكبير والصغير فلا كاشف له إلا هو سبحانه. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا كتب لك الله خير من اللي بيرده؟ من اللي بيدفع عنك؟ ما حد يستطيع. لذلك في وصية لابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة كم فيها رئيس وكم فيها غني وكم فيها وزير وكم فيها دكتور وكم فيها طبيب وكم فيها مهندس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، ما هو أشياء، شيء واحد، قال لم ينفعوك بشيء الله أكبر إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الموضوع منتهي ومحسوب ومكتوب، لكن فكر في الله، تعلق بالله، لا يتعلق قلبك بغير الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن الأمر من؟ لله، من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. لذلك على قدر ما نسمع عن الله وعن قوته وعن عظمته وعن ملكه، والشيخ دائما يركز على الشيء هذا، أسأل الله أن يكتب أجره، على قدر ما تحيا قلوبنا يا أخي تتغير صلاتنا يا أخي. قالوا أنت لن تعبد الله حقا حتى تعرفه حقا، أنت لن تخضع ولن تسجد ولن يأتي الخشوع ولا الخضوع ولا التذلل، هي أصل العبادة إلا إذا عرفت الله سبحانه وتعالى. هذه دعوة لمعرفة الله يا أخي. اسمع عن الرزاق، اسمع عن الشافي، اسمع عن الغني، اسمع عن القوي، اسمع عن الملك، اسمع عن مالك الملك سبحانه وتعالى، عشان قلوبنا تتغذى. أختم يقول ابن القيم رحمة الله عليه كل عضو في هذا الإنسان له وظيفة، فإذا لم يقم بهذه الوظيفة فهو مريض. الأذن إذا ما سمع فهو مريض، العين إذا ما أبصرت فهي مريضة. قال والقلب إذا لم يعرف الله فهو مريض. الله أكبر. وفقنا الله وإياكم، جزاك الله خير. الله يكتب أجرك.